متجاوب جدا. الناس كلها مسؤوله، ما رفضتش اي طلب ان شاء الله يكونش مرفوض للنادي المصري وجماهيره، وده اللي كانوا بيطالبوا بيه. يعني حتى ما كانوش موجودين، السيد المحافظ ما كانش موجود لسه في مبنى المحافظه، اتجهت الجماهير لبيته، وبقى اعداد قليله كان منهم الكابتن ابراهيم المصري وثلاثه من قبهات الجرين ايجلز هم فضلوا معانا. سامر، عايزك تقول لي يا سامر، هل في اي قرار او بادره لموافقه اي جهه امنيه بمحافظه بورسعيد او الاسماعيليه على اقامه مباريات النادي المصري على ملاعب هذه المحافظات؟ والله زميل ايمن، اللي حصل بالظبط اللي كان سياده اللواء محافظ سماح قنديل امبارح ما اجتمع معانا واجتمع مع المجموعه اللي كانت موجوده محبين النادي المصري، وكان موجود الكابتن ابراهيم المصري موجود فوق. الراجل بورسعيدي محب بلده بطريقه كبيره. قال لك هو اللواء عنان مدير امن اسماعيليه اتكلم معاه كذا مره، بس هو اللواء عنان هو بيتحجج بحاجه معينه اللي عنده فرقتين الاسماعيلي والقناه، فمش مستحمل فريق ثالث. يعني هو بالنسبه له النادي المصري بيقول لك هو بورسعيدي اصلا، فبالنسبه له النادي المصري لو جه هو شرف لاي حته موجوده هيلعب فيها. بس هو السيد محافظ وعد يعني ان هو يتدخل عند الوزير محمد ابراهيم وزير الداخليه ويجيب القرار منه هو شخصيا. يعني هيحاول حتى ممكن يصعدها للفريق السيسي، وده اللي كان اتكلم فيه امبارح قدام الجمهور وقدام الناس اللي كانت موجوده في الاجتماع. يعني يمكن الفتره تاجيل الدوري يا سامر هي ممكن تفتح طريق لعوده النادي المصري للعب داخل بورسعيد او الاسماعيليه. هو زميلي ايمن هو ممكن يفتح، تبقى في بادره امل، لان امبارح حتى كان المستشار العسكري كان قاعد حاضر اللقاء، وهو وعد بنفسه التدخل، وحتى الشباب المحترم جدا من الجرين ايجلز كانوا موجودين وعدوه شخصيا بان هم يحموا النادي المصري في حاله موافقه الجهات الامنيه بالتواجد في بورسعيد. هيحموا المكان وهيحموا عدم اضطراب اي حاجه. قال لك احنا بنرحب باي مكان باي ضيوف لبورسعيد، ده احنا بورسعيديه في الاول وفي الاخر. اهم حاجه عندهم ان النادي المصري يكون موجود في بورسعيد، وممكن يكون في بادره امل ان شاء الله اللي يتكلم يكون موجود النادي المصري يكون موجود في بورسعيد، او على الاقل تقدير في اسماعيليه. يعني سامر، عايزك تسالني بقى، يعني اسف يا سامر عايزك انا اللي اسالك، لخبطتني يا سامر بموضوع الساده المشاهدين. سامر، عايزك بقى تقول لي هل محافظ بورسعيد خلال اجتماعه معاكم امس وانت متواجد امس عارف يكلم الاستاذ كامل ابو علي وقت اجتماعه معاه في الفيلا الخاصه بيه، ولا كان الكلام بيدار عليه؟ ولا قول لي المحافظ لما كان بيتكلم معاكم قال لكم ايه نتيجه الاجتماع اللي كان بينه وبين الاستاذ كامل ابو علي في الفيلا الخاصه بيه؟ والله زميل ايمن، هو الراجل كان يعني اتكلم كلام، هو كان مستاء من العدد، في عدد كده كان الناس متواجده. قال لك انا كنت عازم في بيتي 5 افراد بس، كان السيد المحافظ والاستاذ كامل والاستاذ هاني ابو ريده و3 اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ ياسر، الاستاذ محمد الخولي، الدكتور شريف صالح. قال لك بس انا فوجئت ب 15 فرد موجودين في بيتي، انا ما اقدرش اطلب حد من بيتي، انا ما قدرتش اتكلم. السيد المحافظ من بقه كده شخصيا قال لك القعده كانت عباره عن تصوير وكل واحد يتصور مع اللي جنبه وخلصت العمليه، فما قدرتش اتكلم من مستر كامل. يعني معلش يعني الجلسه ما كانش فيها، الجلسه اللي كانت في فيلا المحافظ واللي كانت بعد المؤتمر بتاع الدستور ما قدروش ان هم يتكلموا مع بعض، ما قدروش ان هم ياخدوا قرارات حازمه. لا ما فيش حاجه خالص. حتى السيد المحافظ امبارح بيتكلم بيقول لك انا سين وصاد وعين، انا في اسامي انا ما اعرفهاش، واحد يقول لي انا فلان الفلاني انا فلان، انا ما اقدرش اطرد حد من بيتي. فبيقول لي انا ما عرفتش اتكلم حتى مع الراجل، يعني الراجل كل ما اجي اتكلم معاه الاقي ناس بتيجي تتصور. فده كانت حاجه مؤسفه بالنسبه له، هو تاذى منها السيد المحافظ امبارح في خلال لقائه وكان بيتكلم الكلام ده كله يا ايمن. فبالنسبه له قال لك انا اتفقت مع قائد اعمال رئيس النادي المصري الاستاذ ياسر يحيى فور عوده الاستاذ كامل من المغرب سواء يوم الجمعه او يوم السبت. هو هتبقى في لقاء خاص ما بينهم، هيبقى في القاهره، وان شاء الله يكون في شيء كويس لجمهور النادي المصري وحاجه تسعده، لان هو الراجل نفسه حتى ما كان عمل المداخله مع زميلي علي حسن والاستاذ حمدي يعني ما قالش ان انا هبعد، قال لك انا هاجي في لجنه حكماء، هاجي في الموضوع، فما قفلش الموضوع خالص يا ايمن. تمام. فده ان شاء الله هيكون في حاجه كويسه.
خليني اقول لك امبارح كان في حاجه كويسه جدا لتكريما قبل ما للشهداء. تقولها قبل ما تقولها يمكن حمدي عايز يسألك سؤال. سامر، كان في الاجتماع بتاع المحافظ امبارح مع بعض اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي المصري واعضاء الجرين ايجلز، كنا سمعنا ان كان في قرار بعمل نصب تذكاري لشهداء بورسعيد، شهداء احداث 26 يناير العام الماضي. هل الكلام ده صحيح ولا يعني احكي لنا اكتر عن القرار ده، وهل فعلا حصل حاجه زي كده في الاجتماع بتاع امبارح؟ بالفعل زميلي حمدي، امبارح كان بعض الاعضاء جماهير الجرين ايجلز واحنا حتى في السويس كان طلبوا مني ان انا اكلم مكتب المحافظ شخصيا الاتفاق على ميعاد. هم كانوا عايزين يعملوا حاجه كويسه خلال يوم 26 اللي جاي، تكريما لذكرى شهداء بورسعيد، ذكرى الشهداء 26 و27 و28 احداث بورسعيد السنه اللي فاتت. وبالفعل يعني الحمد لله ربنا اكرمنا نقدر ناخد ميعاد، بس هم الاحداث اللي جت، التجمع اللي كان تجمهر خلى الناس تطلع تتكلم فوق. السيد المحافظ امبارح تجاوب بطريقه جامده مع احد كابوهات النادي المصري بدون ذكر اسمه. الراجل تقبل منه كلامه، والراجل كان مبسوط جدا من السيد المحافظ بالكلام، ووعد وادى المسؤولين اوامر مباشره. قال لك مش هنستنى الجهاز التنفيذي. حمدي امبارح يعني اقترح 2 ميدانين مشهورين جدا في بورسعيد. اول الميدان المقابل لفندق هيلنا بورسعيد هيتحط عليه لوحه جداريه من الرخام ومكتوب عليها اسامي 53 شهيد من بورسعيد لسقط خلال الاحداث، ووضعهم بطريقه يليق بيهم ان شاء الله يكون مكان كويس. في نفس القعده كده حمدي راجع نفسه السيد المحافظ قال لك طب انا في ميدان عندي كان خاص بدوله الامارات وكنت هعمله لهديه لدوله الامارات. لا، الناس البورسعيديه اولى بالمكان ده، وهو قريب جدا، هو المقابل لمقصوره النادي المصري اللي هو في ظهر مستشفى الحميات، المكان اللي عليه النافوره. تمام. بالفعل ادى تعليماته لمدير مكتبه اللي هو يكلم الاداره الهندسيه بعمل جدار كبير يحمل ال 53 شهيد باساميهم، مع عمل احتفال بسيط، وهو اللي هيروح يفتتح الميدان ده صباح يوم 26 القادم، وتكريم اهاليهم، وهيعمل صوان بسيط كده، ووجود الشرطه العسكريه لموسيقى الشرطه. هيبقى احتفاليه بسيطه ليهم مع توزيع 53 مصحف على الابهات والامهات، وفي حاجه كده تطلع لهم من المحافظه. فان شاء الله هيبقى ده حاجه اللفته الطيبه اللي كانت قاعده امبارح اللي كانت كويسه جدا من سيد المحافظ سماح حمدي. اكيد يا سامر. طب سامر، خلينا برضه اسالك سؤال تاني، بما انك كنت حاضر امبارح اجتماع الامس مع السيد المحافظ، قول لنا هل في قرارات مثلا او كان في بعض المطالب من بعض الجماهير قوبلت بالرفض، ولا كانت كل المطالب بتاعت الجماهير المحافظ كان موافق عليها ورحب بيها؟ والله يا حمدي الراجل امبارح هو بيتكلم قال لهم انا راجل بورسعيدي، انا اولا وفي الاول وفي الاخر مشجع للنادي المصري بطلبي بورسعيدي. هي مش الحاجه اللي كانوا اتفقوا عليها حته، اول حاجه كان اول بند هو حتى كتبها في محضر اعماله الخاص بالسيد المحافظ، الاتفاق على مدير فني يكون متفق من مجلس اداره النادي المصري، هم اللي يكونوا متفقين، لان الناس دي اللي هتتعامل مع المدير الفني. ثاني حاجه اتفقوا عليها استكمال مجلس الاداره الحالي مدته حتى اكتمال الجمعيه العموميه، وفي حاله عدم اكتمال الجمعيه العموميه تعيين مجلس اداره جديد، وكان بيشير للاستاذ كامل ابو علي. سامر، احنا خلاله برضه اتفضل يا سامر اتفضل. ثالث حاجه او رابع حاجه هو يعني استشعار الزياره اللي هو هيعملها القريبه دي لاستشعار موقف مستر كامل ابو علي في رجوعه الى النادي المصري. زميلنا سامر فؤاد الصحفي بجريدة الدستور، بنشكرك شكرا جزيلا.